انا شايف بصراحه بسم الله ما شاء الله من امبارح جمهور النادي الاهلي فرحان جدا 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 ب يعني خروج الزمالك وتريقه وكلام من هذا القبيل، رغم ان كان في نفس التوقيت في مباراه للنادي المصري. المفروض يكون اهتمامك بفرقتك اللي بتلعب في نفس التوقيت امام النادي المصري، وكانت في مرحله خطر غير طبيعي بالخروج من اللقاء لولا تدخل الحكم وتدخل الفار، واللي اعطى الاولويه والافضليه للنادي الاهلي، وكان في ظلم بين للنادي المصري في مباراه امس تحكيميا، واعطى ضربه جزاء من وحي الخيال. اصل الناس تقول لك ايه، اصل في شده، اصل ما تيجي تقول للزمالك لا دي شده بسيطه، ده نوع الفانيلا لكرة فهي اتشدت زياده، فالكلام ده اللاعب هو اللي ماسك الكوره، الياس الجلاصي هو المستحوذ على الكوره، اللاعب بيعافر معاه بيشد ايده، شد الفانيلا، حسبها ضربه جزاء. يعني الاثنين في ما فيهاش ضربه جزاء نهائيا. حتى في التعليمات الجديده بتاعه الفيفا الشناوي طلع على الكوره ما وصلهاش ابدا، وما فيش اي تداخل من اللاعب بيحاول ينط لكن في النهايه ما حصلش تداخل، ما اثرش على الشناوي واحرز هدف وتم الغائه. والقانون الجديد في كره القدم في التسلل اللي تم تطبيقه بالفعل كان هدف سليم مليون في المية، وتم الغائه من قبل عمرو الشناوي. الغريبه بقى ان وده شيء يعني غريب بصراحه يعني كابتن عمرو الشناوي وهو متميز جدا كفار اخطا ما اخطاش، ما ينفعش اللي يحلل اداؤه كابتن احمد الشناوي. كابتن احمد الشناوي ده والده. يعني انا هسال سؤال، يعني هل ينفع ابويا يحلل ادائي ويطلعني غلطان؟ هل ينفع ابويا يقول اي حاجه على طاقم التحكيم اللي كان معايا؟ ما اكيد هيحلل الاداء ان كل حاجه صح، ودي مش اول مره تحصل. كابتن احمد الشناوي يمكن حلل اداء عمرو الشناوي اكتر من 5-6 مرات، وطول الوقت مفيش ولا غلطه لعمرو الشناوي. طبيعي عمرو الشناوي اكيد بيخطئ ويصيب، لكن الوالد والمشاعر الابويه هتمنع الوالد تماما انه يطلع ابنه غلطان. فعشان كده انا من وجهه نظري ما ينفعش اليوم اللي يكون فيه عمرو الشناوي موجود على الفار انه ابوه هو اللي يحلل اداؤه. ده لا منطق من وجهه نظري. اخيرا بعد مباراه الزمالك شفت تريقه ويعملوا عمره ويرجعوا، واي حد عايز حاجه من السعوديه يرجع، كنوع من والتريقه على المركز الثالث. المركز الثالث ده هو اللي خلى النادي الاهلي يفوز ببطوله افريقيا الاخيره، لان هو كان مركز ثالث في الدوري وبقدره قادر شارك في دوري الابطال، واعترض ساعتها نادي بيراميدز، ولكن نادي بيراميدز مش نادي جماهيري ولا نادي له ظهر، وبالتالي النادي الاهلي شارك في البطوله الافريقيه. النادي الاهلي خسر بطوله افريقيا ولعب في كاس العالم للانديه كوصيف. يعني كميه التريقه اللي الزمالك بياخدها ده بيدل على قيمه الزمالك.